اهلا بيكم في الحلقه الاولى من مدرس انجليزي شاطر الموسم الرابع رمضان 2024. النهارده هتكلم عن الاب الروحي للفريم وركس، ولما اقول كلمه فريم وركس ده معناه الترتيب المنطقي لمراحل الدرس في الكلاس روم واحنا بندرس انجليزي. تمام؟ يبقى كده كلمه فريم وركس احنا بنتكلم على ترتيب منطقي للستيجز. ده رقم واحد. رقم اتنين، بتكلم عن الاب الروحي للفريم وركس. ايه هو الاب الروحي للفريم وركس اللي انبثق منه يعني فريم وركس كتير جدا؟ وان شاء الله السيزون ده هتكلم عن هاو تو. السنه اللي فاتت اتكلمنا عن اخطاء التدريس، السنه اللي قبلها في الموسم الثاني اتكلمنا عن كلاس روم مانجمنت نوعا ما. السنه دي لما عملت استفتاء يعني انتوا قلتوا لي اتكلم عن ازاي ندرس في الكلاس روم، هاو تو تيتش. فانا اخترت ان انا اتكلم على الفريم وركس. فهبدا بالاب الروحي. يعني ايه الاب الروحي؟ يعني الاساس بتاع طرق التدريس الحديثه او التقليديه، لان احنا اللي بنختار هنعمل ايه في الكلاس روم. الاساس ده هو اللي احنا بنينا عليه وخدنا منه وعدلنا وعملنا حاجه اسمها فاين تيونينج للاب الروحي ده. الاب الروحي هو PPP. الثري بيز دول اللي هو اول حاجه presentation، تاني حاجه practice، تالت حاجه production. presentation practice production. present practice produce. طب لو اتكلمنا على اول نقطه بالظبط اللي هي البرزنتيشن، دي اللي بنقدم فيها اللغه، اللي بنقدم فيها الجرامر، او اللي بنقدم فيها الفوكابيلري، او اللي بنقدم فيها الفانكشنال لانجويج. تاني مرحله اللي هي practice، دي دايما بنخليها حاجه سلسه، حاجه بالنسبه للستودنتس accuracy. بنخاطب الاكيورسي مش بنخاطب الفلوينسي. في الاخر بنروح ناحيه الفلوينسي. طيب present practice produce اختصارها 3 P's دول. تمام؟ طيب ايه مميزات الفريم ورك ده؟ لو احنا اتكلمنا عن مميزات الفريم ورك ده اقدر اقول لك حته الفاميلياريتي. يعني ايه فاميلياريتي؟ يعني هو فاميليار لناس كتير جدا. معلش انا عايز اشير الحلقه ثانيه واحده. او خلي ساندي تشيرها يعني. تمام. يعني ايه familiarity؟ present practice produce او ال 3 P's دول PPP موجود بقاله فترة كبيرة، موجود مع ناس كتير. آه، يعني مش هيبقى حاجة جديدة. فهو دي ميزة ان هو familiar، الستودنتس familiar بيه. طيب الستودنتس they expect it، ودي حاجة كويسة جدا ان هم يعني مش هيتفاجئوا، لان الستودنتس بيتخضوا. تاني حاجة، معظم الكورس بوكس تناولت present practice produce بشكل او باخر، فالتيتشر ما بيتفاجئش برضه. يعني التيتشر بيتفاجئ ولا الستودنت بيتفاجئ. طب ليه ما عادش محبب الى النفس قوي زي زمان؟ عشان الطريقة التقليدية بتاعة البريزنت هنتكلم عليها في الحلقات الجاية، ازاي نعمل language presentation، او خلينا نسميها clarification. عشان present دي فيها ايحاء ان التيتشر هو اللي واقف يشتغل بس، هو اللي واقف يدي محاضرة. كلمة بريزنت خلاص سمعتها ما عادتش بنفس قوة زمان، إلا إذا كان بقى هو بيدي محاضرة فعلا والعدد كبير جدا ومش هيقدر يستخدم أو مش هيقدر يتواصل مع الستودنتس أو يعمل انتر اكشن في الكلاس روم. فكلمة بريزنت أول بي دي ما عادتش محببة إلى الميثودولوجيست، ما عادتش محببة في طرق التدريس الحديثة. تمام؟ دي نقطة. طيب النقطة التانية، لما اتكلمنا على familiarity والكورس بوكس شغالة بالطريقة دي وعملت فاين تيونينج وعدلت فيها وبقت موجودة في معظم الكورس بوكس، خلينا نخش على النقطة التالتة planning. لما بعمل بلان باستخدام PPP present practice produce، الدرس تقدر تقول كده ان انا عارف الستيجز ان ادفانس من قبل ما ادخل. ممكن اعمل الليسون بلان في ورقة قد دي. احط كده الخطوات اللي انا هعملها بالترتيب في ورقه صغيره جدا، فبيلخص عندك الوقت بتاع البلان بشكل مرعب. فانت داخل مرتب نفسك. النقطه الرابعه، انت داخل with a clear outcome. انت داخل عارف انت هتركز على ايه، وعارف الستودنتس محتاجين يعني what to focus on.
النقطة الخامسة scaffolding. لما انت بتمشي بالطريقة دي بيبقى فيه guidance او guidance للستودنتس. the students are guided. ليه؟ احنا بادئين presentation، بعد كده practice، بعد كده production. طيب احنا كمان بنمشي من الاكيورسي للفلوينسي، ودي حاجة لطيفة جدا. accuracy to fluency، يبقى دي نقطة كمان، accuracy to fluency. فالدنيا منطقية بالنسبة للستودنت. بنمشي receptive to productive، فدي حاجة برضو مهمة جدا ان انت تبقى ماشي في الاول الناس بتستقبل، بعد كده بتنتج. reception to production و receptive to productive. طب كلمة scaffolding لما اتكلمنا عنها في السيزون الثاني في حلقة كاملة عن معنى كلمة scaffolding. تمام؟ scaffolding اللي هو السبورت اللي انت بتديه للستودنتس. lower levels بيستمتعوا بموضوع present practice produce لانه سلس جدا. واحنا طبعا في الحلقات الجايه هنتكلم عن احنا ممكن ازاي لعبنا في البي بي بي وطلعنا منها حاجات تانية كتير جدا، وازاي هي ساعات بتبقى more challenging للستودنتس. النقطه اللي بعد كده خلينا نقول sense of achievement. انا لما الطالب قدامي بيحس ان هو حل وحل صح بيتراضى نفسيا، بيبقى حاسس ان هو عمل حاجه كويسه او استفاد او اتعلم والدنيا مشيت معاه شويه. بيساعدك انت كتيتشر انك تقيس البروجرس. ليه؟ في عندك كنترول براكتس وانت بتعمل مونيتورنج زي ما اتكلمنا برضو في احد حلقات الموسم الثاني عن مونيتورنج. انت ماشي بتعمل مونيتورنج، الدنيا بالنسبه لك انت شايف هما بيعملوا ايه، فقادر تقيس البروجرس بتاعهم وقادر تعمل قياس لمستوى التحسن من خلال المونيتورنج ومن خلال الكنترول براكتس او اللي هي الستيج الثانيه او البي الثانيه اللي هي براكتس. بعد كده كبرودكشن انت قادر برضو تقيس لما بتعمل مونيتورنج بتاخد نوتس كده على البرودكشن بتاعهم سواء ايجابي او سلبي زي ما اتكلمنا في حلقه الفيدباك قبل كده. انت بتاخد النوتس دي فانت قادر تشوف هم لسه بيقعوا في ايه، هل عندهم مشاكل في النطق، نطق بعض الفوكابلري اللي انت درسته النهارده او نطق الجرامر اللي انت درسته النهارده، اللينكينج عندهم ايه المشاكل اللي موجوده في الجزء اللي انت شرحته كفلوينسي. فانت سامع وشايف، فانت قادر تعمل زي ما قلنا يعني قادر تعمل، خليني بس اجمع افكاري ثانيه واحده، قادر تعمل ميجرمنت للبروجرس بتاعهم. انا عندي لسه كذا نقطه ومش عايز اطول الحلقه. طيب sense of achievement، بعد كده اتكلمنا على measure of progress. بعد كده عايز اقول لك learner reaction، بيحسوا ان هم safer، بيحسوا بسكيورتي لما الدنيا بتبقى ماشيه مترتبه بالشكل ده. فالرياكشن بتاعهم دايما بيبقى ايجابي ناحيه بي بي بي، متعودين عليه زي ما قلنا قبل كده الفاميلياريتي. طيب نقطه كمان الاثوريتي. الستودنتس بالذات في الشرق الاوسط عندهم نقطه كده اللي هو التيتشر داخل الكلاس روم ده مصدر المعلومه الوحيد بالنسبه لي. انا انا كطالب، انا كطالب التيتشر هو مصدر المعلومه الوحيد. فهم شايفينه بيعمل برزنتيشن، بيعمل لانجويج برزنتيشن، بيشرح اللغه. طبعا احنا هنتكلم عن سلبيات البرزنتيشن دي في السيزون ده، ازاي يتعمل البرزنتيشن. طيب في حلقه من الحلقات القادمه. طب لو انا هتكلم على احساس الطالب واحساس المدرس، حته ان هو حاسس ان المدرس عنده اوثوريتي وهو اللي واقف بيشرح، بتطمنه. ودي الكالتشر اللي موجوده في الشرق الاوسط، على الرغم ان هي في طرق التدريس الحديثه احنا ضد ان هو يبقى المصدر الوحيد للمعلومه، ولكن شئنا ام ابينا الطالب بيبقى حاسس ان هو قاعد كده، الله المدرس بيشرح، المدرس هو اللي بيقول كل حاجه، مش بيسالني كل شويه. الموضوع مش عباره عن اسئله متتاليه سواء السيتيشن سواء سي سي كيو سواء كنترول براكتس سواء فرير براكتس. فالدنيا مع الطالب بتبقى اكثر امانا لان حاسس ان التيتشر هو الاثوريتي اللي موجوده في الكلاس روم. طب لو هتكلم على نقطه كمان، هتكلم على حته الفيدباك. الفريم ورك ده او الاب الروحي ده بيسمح للتيتشر ان هو يدي فيدباك على الكنترول براكتس اللي احنا مسمينها هنا اللي هي السكند بي،
وبيدي فيدباك على البرودكشن. احنا اتفقنا present practice produce، هو بيدي فيدباك هنا وبيدي فيدباك هنا، واتكلمنا عن انواع الفيدباك وازاي نخليه varied في حلقه الفيدباك في السيزون الثاني، فمش هطول كتير قوي في حته الفيدباك دي. present practice produce is much easier for less experienced teachers. يعني the less experienced teachers feel safer برضو. يعني مش بس الستودنتس بيحسوا ان هم سيف، لا ده التيتشر كمان بيحس ان هو سيف. ليه؟ الستيجز معروفه. طيب النقطه اللي بعد كده لو هتكلم على classroom management، it's good for classroom management مع large classes. وبرضه بتensure equal participation، ودي نقطه مهمه. والتيتشر has control over the learners، ودي حاجات برضو يعني انا مش معاها 100% ان التيتشر عامل كنترول بشكل مخلي الستودنت حاسس ان هو ما عندوش اي learner agency. وانا برضو عايز اعمل حلقه عن حاجه اسمها learner agency واحساس الطالب ان هو عنده كنترول في اختياراته. learner agency، فيا ريت تبقوا تفكروني ان اعمل حلقه السيزون الجاي بقى واعمل لايف بعد رمضان عن learner agency. النقطة اللي بعد كده نقطة رقم 14 أو 15، إن هو فليكسبل. إزاي؟ إن البرزنتيشن ممكن تتعمل من خلال تكست، زي ما هنعرف برضو في أحد حلقات السيزون ده تبقى تكست بيست برزنتيشن. فهتقول لي إزاي PPP هو TBP تكست بيست برزنتيشن؟ إزاي؟ ما أنا هقول لك الفاريبل اللي اتعمل، مرحلة البرزنتيشن إيه اللي سبقها واتعملت إزاي. فأحد يعني عوامل الجمال في البريزنت براكتس بروديوس ان هو فليكسبل، ازاي نطوعه ونحركه ونطلع منه حاجه اقوى. طيب النقطه اللي بعد كده ان present practice produce بيخلي التيتشر يبص على meaning pronunciation and form ويعمل language analysis. فكل دي مميزات موجوده في present practice produce اللي هو PPP. لا مركزيه في السيشن. حلوه دي يا مستر محمود. مستر محمود بيقول ان الليرنر ايجنسي ممكن تدي ايحاء بلا مركزيه السيشن. انا بفاسيليتيت كتيتشر، بس مش انا يعني I'm not in control بالمعنى بتاع الكنترول. انا بمانج الكلاس، انا زي الاوركسترا ليدر كده، اللي هو الكوندكتور اللي بيليد الميوزيشنز عشان يطلعوا نغمه قويه. فلو هقول لك باختصار present practice produce او PPP هو الاب الروحي، وهو اللي بيخلي التيتشر وبيساعد التيتشر يخلي فيه هارموني في الستيجز ومراحل الدرس اللي بنسميها الفريم ورك الخاص بالدرس، درس اللانجوج، سواء جرامر سواء فانكشنال لانجوج سواء فوكابولري ديسكورس، لو حتى يعني المين ايم بتاعك pronunciation. هو بيقدر يرتب لك الدرس بشكل يريحك ويريح الطالب. طيب هل في عيوب؟ في عيوب ممكن نناقشها في حلقات تانية، وهقول هم ليه عدلوا PPP اللي هو الاب الروحي خلوه كذا او خلوه كذا، ومرحله البرزنتيشن ليه سموها لانجوج كلاريفيكيشن، وهكذا. طيب باختصار دي كل النقط الخاصه present practice produce. طب ليه انا طالع بناقشك في حاجه زي كده مع ان انا بقول لك كلمه presentation سمعتها ما عادتش بنفس قوه زمان؟ ليه بقولها لك؟ لان هو ده الفريم ورك اللي طلع منه اولاد كتير اجمل منه. يعني الاب موجود والميثودولوجيست بقى مسكوه وفننوا فيه وطلعوا منه حاجات حلوه جدا، يعني حاولت تشيل السلبيات اللي موجوده في present practice produce، ولكن لازال هو الاب الروحي. عشان كده الحلقه النهارده اسمها الاب الروحي. تمام. احنا كده خليني برضو ابص عشان ما اكونش فوتت نقطه. لا اعتقد قلتهم كلهم خاصين ب present practice produce. في الحلقات الجايه ان شاء الله هنتناقش في frameworks تانية، وهنقول ازاي هي طالعه من PPP. وانا عايزك وعايز حلقات مدرس انجليزي شاطر. لما انت تذاكر كل حلقات مدرس انجليزي شاطر، سواء انت بتذاكرها كده فرداني لوحدها او انت موجود في الVIP community، فبيبقى معاك ماده
مكتوبه ومعاك كويزز ومعاك اساينمنتس بتحلها وهكذا، سواء بتذاكرها كده او كده. انا عايز دي تبقى مصدر لكل مدرسين الانجليزي، عشان كده استاذنكم تشيروا الحلقات دي، يعني بليز شيروها على قد ما تقدروا. لان انت لما تذاكر حلقات مدرس انجليزي شاطر باختصار هتبقى قادر تتناقش مع زمايلك اللي معاهم سالتة واحيانا دلتا وانت مستريح، تبقى فاهم انت بتتكلم عن ايه، تبقى عارف الدنيا جايه منين ورايحه على فين ومترتبه ازاي. فحلقات مدرس انجليزي شاطر لو انت جمعتها وقعدت تذاكرها لوحدها، انا بطلع من السلطه. واحيانا في ناس خدت سلطه ممكن ما تكونش سمعت مميزات البريزنت براكتس بروديوس، ما سمعتش بي، ما كانش فيه وقت. فهم كانوا السلطه كورس عملي جدا، بيديك هاو تو ويقول لك يلا، بيشرح لك الحاجه ويرميك في الكلاس يقول لك نفذها. فما فيش وقت ان احنا ناخد وندي مع بعض زي ما احنا بناخد وندي مع بعض دلوقتي في الحلقه. فانا عايز حلقات مدرس انجليزي شاطر تبقى ريفرنس للناس، معلش، مش لاحقين ومش عارفين او الامكانيه الماديه لسه مش سامحه انهم ياخدوا كورس سلطه او كورس تافل او حتى كورس سلطه بريباريشن. فانا بعملها بشكل والله ربنا يعلم، بقعد اشتغل على الحلقه انها تطلع مختصره وتطلع مفيده على قد ما اقدر، وقت كبير جدا. فعايز الحلقات دي تتعامل معامله الكورسات المدفوعه، اللي هو يعني ذاكرها وخد نوتس منها ولخص منها، وحاول يعني لما في اي بي كوميونتي يفتح تاني، هو طبعا انت لو بعت كود في 24 لساندي هيديك خطوات الانضمام للفي اي بي كوميونتي. بس ده مش موضوعنا دلوقتي، هبقى اعلن عن فتحه وهبقى اعلن عن الكود في بوست منفصل. موضوعنا دلوقتي ان انا حقيقي لما انت تذاكر الحلقات دي وتيجي تتناقش مع حد خد سلطه، هيحس ان انت مش بعيد، لا يحس ان انت جنبه خالص، يحس ان انت معاه. لان الكلام ده انا اخده من كورسات من كورس السلطه ومن كورس التافل، واحيانا من مذاكرتي في دلتا موديول 1. انا ما بديش دلتا ولكن يعني انا مذاكرها، فالحاجات دي طالعه من الكورسات دي، مش اي كلام يعني. فمعلش حاول تشير الحلقه دي على قد ما تقدر، حاول توصلها لاكبر عدد ممكن من المدرسين، سواء حتى لو معاهم سلطه، صدقني هتبقى زي مراجعه جميله ليهم، او هيلاقوا فيها حاجات ممكن ما لحقوش ياخدوها في السلطه نفسها. حلقات مدرس انجليزي شاطر، فهتبقى زي ريفرشمنت او مراجعه، ريفيجن او اضافه ان شاء الله يعني. طبعا هتكلم على الهديه وازاي ناخدها، والهديه السنه دي ليها نظام مختلف. عايزك بس تثبت حضورك ان انت بتتفرج على الحلقه لايف دلوقتي، تقول لي ان انت موجود ومستني الهديه. اتمنى ما تكونوش موجودين عشان الهديه بس، انا لسه هقول هتاخدوها ازاي. انا عايزك برضو تبقى يعني مستمع جيد للي بيتقال، لان بقول لك وانت بتتكلم في انترفيو او بتتكلم في اوضه المدرسين مع زمايلك، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك قريب جدا 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 من الناس اللي واخده سلطه. مش عايز اعيد وازيد في النقطه دي، بس حقيقي انت هتجربها بعد ما تاخد السلطه، او هتعرفها بعد ما تاخد السلطه. والناس اللي واخده سلطه ممكن ما تكونش سمعت المميزات بتاعه present practice produce متجمعه كلها ورا بعض كده. مفيش وقت في السلطه عمليه خالص. ازاي هناخد هديه الحلقه؟ اثبت بس حضورك ان انت موجود وقت اللايف، لان الهدايا بتتعاطى بس اللي بياخدها الناس اللي بتحضر الحلقه لايف. ولو انت بتتفرج على الحلقه مسجله وفاتك اللايف، معلش كده يعني ايه، حاول تحضر الحلقه الجايه. ولو فاتتك كل الحلقات لايف، هي بتنزل قبل رمضان السنه الجايه باسبوع على اليوتيوب، يعني هي بتفضل موجوده على الفيسبوك لمده سنه الا اسبوع، وفي اخر اسبوع قبل رمضان القادم بتنزل مره تانية، والهدايا بتتفتح مره تانية، بس هتبقى هدايا بدون سحب. النهارده الهديه معاها سحب، معاها سحب على كورس. الكورس ده يعني النهارده السحب على كورس اسمه Chat GPT for ELT. ده برضه انا قعدت كتبت الاوتلاين بتاعه، ولسه يعني في مرحله التسجيل، وان شاء الله يعني هتشوفوا حاجه قويه جدا. انتوا هتشوفوا الاوتلاين. الكورس ده بيغنيك، عارف انت لما يكون عارف انت العمليات الحسابيه طويله جدا اللي بنحتاج لها آلة حاسبه، هو الكورس ده مش هيدرس لك، يعني مش هيدرس مكانك، بس العمليات الحسابيه الطويله جدا اللي بتحتاج آلة حاسبه، زي مثلا في اللغه عندنا
او في الكورسات بتاعتنا او في الدروس بتاعتنا، احنا كمدرسين انجليزي بنقعد نعمل ايه؟ بنقعد نكتب lesson plan، والليسون بلان دي ليها ستيجز، وبنعمل حاجه اسمها language analysis. لازم نقول ايه الكونتكست، ونحلل المينينج او اليوس، ونحلل الفورم، ونحلل البرونانسيشن، ونعمل كل ده. نقعد نفكر في الانتسبيتد بروبلمز، نقعد نفكر في السولوشنز بتاعت الانتسبيتد بروبلمز، بنقعد نفكر في الاي سي كيوز، بنقعد نفكر في السي سي كيوز. لازم الحاجات دي بتاخد منتال ايفورت. فانا في الكورس ده هخليك تدرب تشات جي بي تي بتاعك ان هو يطلع لك الحاجات دي in no time. فالجزء الممل بتاع البيبر ورك اللي في كورسات السلتا والتفل، او حتى في التحضير بتاعك العادي بعد ما بتخلص السلتا والتفل، كورس بتاع تشات جي بي تي for ELT make it your personal assistant هيساعدك تعمل ده ببساطة. ففي حد هيكسب الكورس ده، وان شاء الله هعمل لايف قبل الحلقة التانية اعلن فيه عن الفائز. ولكن عشان تفوز انت كده كده هتاخد الهدية. الناس اللي حضرت انا لسه هقول هتاخدوا الهدية ازاي، ولكن الناس اللي حاضره اللايف دلوقتي، مش بتكلم عن الناس اللي بتتفرج عليها مسجله، الناس اللي بتتفرج عليها مسجله انتوا على راسي، وان شاء الله يعني تلحقوا الهديه يعني قبل رمضان القادم. دي الفرصه التانية يعني. هتاخد الهديه لما تبعت رمز. خليني بس اقول، لما تبعت الرمز هيجي لك جوجل فورم، رابط لجوجل فورم هيبقى مكتوب فيه شويه في يعني نت قطع ثواني معلش، فمش عارف ده من ايه. في الوصف بتاع الفورم مكتوب شويه حاجات اقراها بعنايه. انا اتمنى ان احنا نقرا بعنايه عشان ما نفوتش حاجه. تمام؟ مش عايز حاجه تفوت مننا، يعني لما بنقرا بسرعه في حاجه مهمه، في حاجات بتفوت مننا. طب رجع تاني، الصوت رجع تاني. طب حد يطمني كده طيب تمام، الحمد لله. ايه اللي بيحصل لما بنفوت حاجات مهمه؟ في حاجات بتروح مننا معلش. فاتمنى ان احنا ما نفوتش حاجه واحنا بنقرا الفورم، عشان السنه دي في مفاجآت لسه جايه. يعني النهارده السحب على تشات جي بي تي فور اي ال تي ميك ات يور بيرسونال اسيستنت، والكورس ده هيخلي ناس كتير ان شاء الله داخله السلتا. هنشوف باس اي وباس بي كتير بقى، لان اللي كان بيوقع الناس كان البيبر ورك. فان شاء الله الكورس ده يساعدهم في الموضوع ده. طيب مره تانية، اللينك اللي هيجي لك لما تبعت الكود، بس طبعا نبعت الكود مظبوط لرقم ساندي، لسه هقول الكود. اقراه كويس، وعشان تدخل السحب اكتب بياناتك بشكل صحيح، واستأذنك حط الرابط بتاع الفيسبوك بتاعك، لان احنا يعني وانا بعمل السحب هعمله لايف. السحب هيتعمل لايف ان شاء الله قبل الحلقه الثانيه، والحلقه الثانيه غالبا يا الاثنين يا الثلاثه. انا هعلن قبليها بيوم، اول ما اقرر الميعاد هعلن قبليها بيوم. السنه دي مش هعرف التزم بيومين ثابتين عشان في التزامات كتير بتظهر يعني بتخلي الحياه صعبه معايا، فهعلن ميعاد الحلقه قبليها بيوم. وبرضو يعني لو بعت لساندي الكود اللي هو WG1 واتساب، الاختصار لواتساب جروب WG1 لازقه في بعضها كده، هيجي لك رابط الواتساب جروب اللي برضو هنعلن فيه على ميعاد الحلقه. طيب نقرا الفورم بشكل متمعن كده عشان ما نفوتش حاجه، ونملى البيانات بشكل صحيح. واستأذنك تحط رابط الفيسبوك بتاعك، لان انت هتشير الحلقه. من ضمن شروط الدخول السحب ان انت تشير الحلقه، ولما بتشير الحلقه انت بتساعد المحتوى الهادف اللي عايز يساعد ان هو ينتشر. مش عارف ليه ايدينا بتبقى واقفه كده في موضوع الشير ده. فالشير بيساعد الناس ان هي تشوف المحتوى، وبيساعدني ان المحتوى الهادف ده ينتشر، فيساعدني احس ان المحتوى ده بيوصل لناس كتير، فيشجعني ان انا اكمل. فدي حاجه انت بتساعدني بيها وبتساعد الاخرين، ويا رب تبقى في ميزان حسناتك. ماشي؟ فالشير هو احد شروط، او هو يمكن الشرط الوحيد بتاع دخول السحب، بلس ان انت تبقى حاضر اللايف. فانت لو حاضر اللايف هيجي لك اللينك.
طب انت شيرت الحلقه على الفيسبوك وقمت عاملها اونلي 100 وعملت انا بس وساندي اللي نشوف ان انت عامل شير، بيبان عندنا الكلام ده. طيب لما اجي اعمل السحب هعمل السحب لايف واسمك هيطلع، وهدخل على اللينك اللي انت حاطته لي في الفورم في اللايف. لو قدرت اوصل للبروفايل بتاعك هدخل اشوف الحلقه متشيره ولا لا. طب لو انت حاطط اللينك بشكل خاطئ، هقول لك حظ سعيد المره القادمه وهعمل سحب، هكمل السحب واجيب حد تاني، ادور على حد تاني وهعملها على الويل. طب لو طلع حد تاني وبرضه مش معرفتش اوصل الفيسبوك بتاعه، يعني اللينك لازم يبقى محطوط بشكل صحيح. انا مش عاملها خانه اجباريه، ولكن لو انت عايز تدخل السحب لازم يكون اللينك موجود بتاع الفيسبوك بتاعك، اقدر اوصل للبروفايل بتاعك واشوف، تبقى عامل البوست ده بابليك. فلو انت عامل لوك للاكونت بتاعك، انا كده هدخل مش هعرف الاقي اللايف، مش هعرف الاقي الحلقه متشيره، فبرضه هضطر ان انا اشوف حد تاني يكون عامل البوست ده بابليك واقدر اشوفه بس. او ضيفني بقى عشان اقدر اشوف ضيفني على الفيسبوك. طيب كده انت هتاخد الهديه. طالما حضرت هيجي لك الرابط دلوقتي، هفضل سايبه مفتوح بعد انتهاء الحلقه بنص ساعه. هسيب الفورم مفتوحه وتستقبل تسجيلاتكم لحد بعد ما انتهي من الحلقه بنص ساعه. انا انتهيت مثلا 11 و10، يبقى هسيب اللينك مفتوح لحد 11:40 وهيقفل، فما تزعلش لو لقيته قفل. تمام؟ ده كده دي اول حاجه. طيب عشان تدخل السحب لازم تملى البيانات كلها بشكل صحيح، وخصوصا رابط الفيسبوك بتاع الاكونت بتاعك اللي هتعمل عليه شير للحلقه. طب هتلاقي الهديه فين؟ اول ما تعمل سبميت هيطلع لك رساله. الرساله دي هتقول لك ثانك يو هير از ذا لينك تو يور جيفت. طب الجيفت النهارده ايه؟ هديه الحلقه النهارده ايه اللي كل الناس اللي حضرت هتاخدها؟ فولدر كامل موجود فيه ليسون بلان لتيتشر خدت باس ايه في السلتا، جرامر ليسون بلان، والسيلف ريفليكشن بتاعها، هي رايها ايه في الدرس بتاعها. لان انت بعد ما بتخلص في السلتا او في التفل بتكتب حاجه اسمها سيلف ريفليكشن، بتحط رايك في نفسك، والماتيريال اللي هي استخدمتها والباوربوينت واللانجوج اناليسيس بتاع اللانجوج اللي هي شرحتها، وطبعا بالسي سي كيوز بالانتسبيتد بروبلمز اند سولوشنز وهكذا، بلس الفيدباك اللي هي خدته مني اثناء كورس السلتا مكتوب. كل ده هتلاقيه في الهديه بتاعت الحلقه. تمام؟ فمن كورس السلتا درس قوي جدا لمتدربه جابت باس ايه في الاخر، وبستغل الظروف ان هي يعني سمحت لي ان انا اشارك حاجه زي كده. انا بدي الناس اللي بتكتب WG1 في التعليقات، طب كده يعني WG1 ده بيجيب لك الواتساب جروب، طب انت بقى كاتبه في التعليقات ليه؟ ابعته لساندي عشان يجي لك رابط الواتساب جروب بتاع مدرس انجليزي شاطر. الكود بقى بتاع الهديه، خلوني اشكر شيماء الاول، شيماء احمد اللي سمحت لي استخدم الليسون بلان بتاعها وكل الماتيريال بتاعتها واديها للناس. وانا بستخدم الليسون بلان ده كنموذج بديه للمتدربين في كورس سلتا بريباريشن وفي كورس التافل، لان هو قوي جدا. الناس اللي بتبعت لي WG1 على الماسنجر او بتبعته لساندي على الماسنجر مش هيجي لك حاجه. WG1 لواتساب ساندي، البوت على واتساب ساندي. الناس ما تكتبوش في التعليقات، ما تبعتوش ماسنجر، ابعتوا على واتساب ساندي وسجل رقمها، عشان برضه هي ممكن تكون حاطاه في الستوري، فانت تشوف الستوري وتدخل على الواتساب جروب اللي بيبعت لك نوتيفيكيشنز بمواعيد الحلقات. طيب كود الهديه النهارده اللي انت هتبعته لساندي دلوقتي وهيفضل موجود في الحلقه، موجود الرابط هيفضل مفتوح والفورم هتفضل مفتوحه للتسجيل لمده نص ساعه من وقت انتهاء الحلقه. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي 11 و12 دقيقه، فاقول انا هخلص 11 وربع، هفضل سايبه مفتوح لحد الساعه 12 الا ربع. والناس اللي كان عندها شغل تتابع بقى الستوري بتاعت انستجرام، لان ممكن على السحور كده افتحه نص ساعه تانية وهقول على ستوري انستجرام بس، هفتحه نص ساعه كمان عشان الناس اللي شغاله دلوقتي وما لحقتش تدخل تتفرج على الحلقه لايف يبقى ليهم فرصه كمان، ما يقعدوش يستنوا للسنه الجايه عشان ياخدوا هديه الحلقه. طيب هنبعت الكود دلوقتي الرقم ساندي.
الكود موجود في الكابشن بتاع اللايف. بي بي بي، كلمه واحده لازقه في بعضها كده، 3 حروف بي اللي هي فور بيبسي. خلينا نقول حاجه تانية بلاش بيبسي عشان مقاطع. بي فور بن، 3 بيز، بي بي بي، كلمه واحده لازقه في بعضها كده. تمام. فانا هسيب الحلقه. لا، الاستفتاء يا روفان، الاستفتاء طلع 52% عايزين المدرس انجليزي شاطر تبقى الساعه 10:30، و 48% قالوا تبقى 11:30. طبعا عدد لا يستهان بيه، ودي الاستفتاءات الحقيقيه اللي هو متقاربه جدا، بس 10:30 كسبت بفرق يعني 10 اصوات مثلا عن 11:30. وبرضه ما كنتش عايزه يتقاطع مع رمضان نايتس بتاعت زميلي وصديقي واخويا الحبيب محمد ابراهيم. مش عايزه يبقى يعني، عايزكم براحتكم تتفرجوا هنا وتتفرجوا هنا يعني. تمام. هنبعت الكود بي 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 لرقم ساندي، كابيتال او سمول مش هتفرق، بس كلمه واحده لازقين في بعض، مفيش سبيسز، مش لازق فيهم نقطه ومش لازق فيهم فاصله عشان البوت يقدر يرد عليك. هو مش لازم يشوفها لوحدها كده، بي 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 مش لازق فيها اي حاجه تانية، مفيش بينهم سبيسز، مش لازق فيهم او قبلهم او بعدهم اي حاجه، لا نقطه ولا فاصله ولا اي حاجه ولا ارقام ولا اي حاجه. بي بي بي. طيب الساعه 12 الا ربع او 12:46 الفورمه مش هتستقبل اي تسجيلات، فكده هتبقى فاتتك هديه الحلقه الاولى وفاتك السحب على كورس تشات جي بي تي فور اي ال تي ماستر اور ميك ات يور بيرسونال اسيستنت. تمام. وشكرا على حسن متابعتكم، وان شاء الله اشوفكم على خير في الحلقه رقم 2 من مدرس انجليزي شاطر الموسم الرابع. نورتوني.